أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الثالثة من بودكاست النفسنجي. حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة بكل المقاييس، لأنها بتتكلم عن موضوع حساس جدا وبيشغل بال كل أب وأم. موضوع حلقتنا النهاردة هيتكلم عن إزاي نحمي أولادنا من التحرش. ضيف حلقتنا النهاردة هتكون الدكتورة رامية رمضان، وهي معالج نفسي إكلينيكي وباحثة دكتوراه في المناعة النفسية، وأخصائي بحوث ودراسات التنمية، وكمان عضو مجلس إدارة نقابة المهن الاجتماعية وعضو رابطة الأخصائيين النفسيين. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، بجد نورتينا في حلقة النهاردة، وإن شاء الله نستفيد من خبرتك ومعلوماتك عن الموضوع. في البداية يا دكتور، حابين حضرتك تعرفينا إزاي كل أب وأم يقدروا يعرفوا ابنهم اتعرض للتحرش ولا لأ، على الرغم إن معظم الأطفال بيخافوا إن هم يحكوا أو بيترددوا في الكلام. السلام عليكم، أهلا بيكي. خلينا في البداية نوضح للمستمعين أن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، وهو بيتمثل في تلميحات أو أفعال مسيئة بتسبب إزعاج وإهانة للطفل. طيب، إيه هي المؤشرات الدالة على أن الطفل اتعرض للتحرش الجنسي، أو أني كأم أو كأخصائي أعرف إزاي أن الطفل ده اتعرض للتحرش الجنسي، خاصة أن ده طفل ما عندوش وعي، مش بيتكلم عن الموضوع، أو ما عندوش وعي إيه اللي حصل بالظبط. بنقول أن الجمعية الأمريكية للطب النفسي للطفل والمراهق قالت أن مفيش أعراض واضحة فسيولوجية بتظهر على الطفل إلا من خلال إن أنا أعرضه على تضييق أعضاء تناسلية وبيشوف طبيعة الاعتداء. ولكن هناك بعض المؤشرات الدالة على حدوث تحرش جنسي للطفل ده، واللي منها بنقول إن بيحصل له اضطرابات في النوم، بمعنى إن الطفل كان بينام نوم هادئ وتمام، لكن دلوقتي أصبح بيقوم من النوم منزعج، بيقوم من النوم مفزوع بسبب كوابيس وأحلام مزعجة. تمام. الحاجة التانية حدوث اضطرابات في الأكل. الطفل كان بياكل كويس، بياكل وجباته في ميعادها، دلوقتي أصبح لديه فرط في الشهية أو نقص في الشهية عن المعتاد. بالإضافة إلى ذلك حدوث تأخر في المستوى الدراسي، أو إن هو الطفل أصلا أصبح عنده عدم دافعية للدراسة، عاوز يجيب باستمرار. بالإضافة لذلك الانسحاب من تجمعات الأسرة، الانسحاب من تجمعات أصدقائه، ما بقاش حابب يشوف حد، الانطواء والعزلة. طيب، حاجة تانية هنلاقي الطفل أصبح عدواني بشكل ملاحظ قوي، في عنف في التعامل مع الآخرين، أصبح مش عايز يتعامل مع الأشخاص البالغين، بالإضافة لذلك أصبح عنده انعدام الثقة في الآخرين. طيب يا دكتور، إزاي نقدر نوعي أولادنا بحدود أجسامهم وبطريقة تناسب سنهم من غير ما نحسسهم بالقلق أو الخوف؟ في الحقيقة إن أخطر حاجة إن الطفل يكون غير واعي باللي بيحصل، فيتكرر الاعتداء عليه مرة واثنين وثلاثة وهو ساكت. طيب، أنا إزاي أوعي طفلي؟ عملية وقاية الطفل بتتم من خلال إن أنا أركز على كيفية إن الطفل يحمي نفسه، من خلال إن أنا بكسبه آليات الوقاية والحماية والدفاع. أول مبدأ المفروض أعلمه له هو مبدأ جسمك ملكك، بمعنى إن أنا بعلمه إن دي أجزاء من جسمه خاصة وحساسة، وإن أنا بعلمه حدود جسمه بشكل صارم. وده بيبدأ من خلال إن أنا لازم في وقت مبكر جدا، مهم قوي أتكلم مع الطفل عن أجزاء جسمه، وإن في أجزاء معينة دي أجزاء خاصة، أجزاء ممنوع إن حد يلمسها، ممنوع إن حد يصورها. تمام. المبدأ التاني مهم جدا، أعرف الطفل إن هو إمتى يقول لأ، وإنه لازم يتعلم يقول لأ، خاصة في المواقف المخيفة أو غير المريحة. إزاي يخرج من المواقف دي؟ وده من خلال إن أنا بدي للطفل الأمان، بديله مساحة من الأمان، إن هو يتكلم معايا في أي وقت، يتكلم معايا، بعلمه إيه الفرق ما بين سر مفيد وسر غير مفيد، بعلم الطفل طلب المساعدة،
في الوقت اللي هو بيحتاجها. طيب يا دكتور، هل في طريقة تخلي أولادنا يكونوا واثقين فينا ويحكوا لنا أي حاجة بيتعرضوا لها من غير قلق ولا خوف؟ هو لو أنا عايزة ابني يجي يحكي لي عن معظم الأشياء اللي بيتعرض ليها والسخافات اللي بيتعرض ليها، سواء تنمر، سواء تحرش، سواء إيذاء من الغير بأي شكل من الأشكال، هو شيء لازم بعمله مسبقا، وهو توفير بيئة آمنة، بيئة أسرية آمنة. أنا خلق جو من الحوار، خلق جو من الأمن والأمان بيني وبين طفل، بحيث إن الطفل لما بيتكلم معايا بيشعر بالراحة والأمان لما بيتحدث مع أهله. الأمر التاني هو فكرة الاستماع الفعال للطفل. أنا بسمعه بدون ما أقطعه وبدون إصدار أي حكم. بالإضافة لذلك عدم اللوم، إن أنا مش هوجه ليه اللوم أو مش هوجه ليه مشاعر الذنب. أنا بسمعه وبكمل معاه. إضافة لحاجة أخرى هو إن أنا أستخدم لغة مناسبة للطفل حسب المرحلة العمرية اللي بيتكلم فيها. بالإضافة لذلك أنا هطمئن الطفل بالتقبل، تقبل الكلام اللي هو بيقوله. حاجة مهمة جدا بقى من كل ده هي فكرة الدعم. أنا هقدم له الدعم النفسي، هقدم له الطمأنينة، هقدم له إن أنا معاك، ما تخافش، كل دي أمور بتحصل عادي، المهم إن احنا نتفاداها، المهم إن هي ما تحصلش مرة تانية. بالإضافة لذلك إن أنا لا هوضح لابني إيه هو التحرش. فأنا بخلق بيئة آمنة، بستمع استماع فعال، بالإضافة إن أنا مش بوجه له مشاعر ذنب أو لوم. أهم شيء هو تقديم الدعم النفسي للطفل. طيب يا دكتور، دلوقتي التحرش كمان ممكن يكون إلكتروني، إزاي الأهل يقدروا يحموا أولادهم من التحرش الإلكتروني؟ طيب، الحقيقة أن التحرش الإلكتروني هو أخطر وأشد وطأة من التحرش الجنسي في الجيرة أو المدرسة أو في أي مكان. بمعنى أن أنا قلت اديت لابني التوعية الكافية علشان ما يحصلوش تحرش في الشارع أو في المدرسة، لكن هناك شيء آخر متحرش موجود معانا في البيت بصفة مستمرة، وهو التحرش الإلكتروني. ويمكن ده فكرة ان المتحرش نفسه موجود معانا في البيت، ده نتيجة التطور الهائل في وسائل التكنولوجيا. فكرة ال AI اللي بقى مالي كل الأجهزة الإلكترونية السمارت حاليا. أنا مش بخوف الناس ولا حاجة، بقدر ما احنا نضع قواعد في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية خاصة السمارت. طيب نعمل ايه طيب علشان نحمي أبنائنا وأطفالنا من التحرش الإلكتروني؟ في البداية لازم أحط قواعد صارمة في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والتعامل مع الإنترنت بصفة عامة، والتعامل كمان مع وسائل التواصل الاجتماعي بصفة خاصة. بمعنى إن أنا أحط لابني أكتر من قاعدة علشان تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. ما ينفعش تشارك معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت، ما ينفعش تقبل طلب صداقة من شخص أنت ما تعرفوش. بالإضافة لذلك لازم تاني مبدأ إن أنا بفعل مبدأ الحماية الذاتية، لازم يبقى فيه آليات الأمان، بفعل أجهزة الرقابة على أدوات الرقابة على المواقع أو الابليكيشنز، التطبيقات اللي بيستخدمها أطفالي، بحيث إن أنا ببقى عارف هما بيشوفوا إيه، وبعدين بلاحظ النشاطات اللي هما بيعملوها. حاجة أخرى هي فكرة التواصل المستمر مع الطفل. أنا عامل حوار مفتوح مع الأبناء، عامل نقاش مستمر معهم في اللي هما بيشوفوه واللي هما بينقضوه. تفعيل مبدأ الخصوصية، إن في حاجات خصوصية ما ينفعش أنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة لذلك أنا براقب دايما الأنشطة بتاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. آخر حاجة وهي مهمة جدا هي تشجيع الثقة بالنفس عند الطفل.
أنا بنمي فيه ثقته بذاته، بنمي تقديره لذاته. طيب وفي الختام يا دكتور حابين حضرتك توجه لنا بعض النصايح اللي الأهل ممكن يستخدموها علشان يحموا أولادهم بيها، وكمان يخلقوا علاقة ثقة ووضوح ما بينهم، ويكون كمان التواصل ما بينهم دائم وقوي. دايما الوقاية خير من العلاج. في الحقيقة أنا حابة أختم بالجملة دي، جملة الوقاية خير من العلاج. خلينا نبدأ من الأول خالص ونكون عند الطفل مناعة نفسية قوية، بمعنى إن أنا علمت الطفل إزاي يواجه تحديات وظروف الحياة بشكل إيجابي علشان ما تأثرش عليه فيما بعد بشكل سلبي. طيب نعمل الكلام ده إزاي؟ بنعمل الكلام ده من خلال تقديم تنشئة تربوية اجتماعية سليمة للطفل. ده من خلال في البداية لازم الأم تهتم بكل مرحلة عمرية الطفل بيمر بيها، وإيه هي متطلبات كل مرحلة عمرية، علشان لما يتغير سلوك الطفل من سن الآخر أو من مرحلة الأخرى الأم عندها وعي بأن دي مرحلة بيحصل فيها كذا وكذا وكذا، علشان كده هو بيفتعل السلوك ده، وبالتالي هي قادرة على كيفية التعامل مع هذا السلوك، كيفية توجيه هذا السلوك بشكل صحيح بشكل إيجابي. طيب دي كانت أول حاجة. تاني حاجة عملية المتابعة المستمرة للطفل من قبل الوالدين، التحدث إليه والإنصات إليه بصفة مستمرة، تنمية الثقة بالنفس عند الطفل وعدم المقارنة بينه وبين أقرانه، عملية الدعم المستمر للطفل، البيئة المليئة بالتشجيع المستمر، خلق بيئة آمنة. أيضا لما أعمل بيئة آمنة أنا كده بعلم الطفل إزاي يعبر عن إزاي يعبر عن أحاسيسه، إزاي يعبر عن حاجاته النفسية بدون ما يكون في عائق لتحقيق هذه الحاجات النفسية. كنت سعيدة يا دكتور باستضافة حضرتك جدا النهاردة، وإن شاء الله يكون مستمعينا استفادوا. وعايزة أقول إن الأهل كمان هم مش بس بيحذروا ولادهم، ولكن لازم يدوهم الأمان والثقة بحيث يلجأوا لهم في أي وقت، لأن التوعية المستمرة والحوار اللي مفتوح مع الأطفال فهم أقوى سلاح لحمايتهم. وإلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست النفسنجي. كانت معكم إيمان وريد.